في تطور مفاجئ أشعل مواقع التواصل وأثار جدلا واسعا بين عشاق الكرة. يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغياب عن مباريات نادي النصر، ليس بسبب إصابة أو تراجع بدني، بل احتجاجا على طريقة إدارة ملف الانتقالات داخل النادي. التقارير تؤكد أن الدون غير راض عن سياسة صندوق الاستثمارات العامة، خاصة بعد أن رأى أندية منافسة تحصل على صفقات أقوى، وهو ما دفعه لاتخاذ موقف صادم والابتعاد عن التشكيلة. الأزمة لم تمر بهدوء، إذ حذرت رابطة الدوري السعودي من أن أي لاعب مهما كان اسمه لا يمكنه التأثير على قرارات تتجاوز ناديه، في إشارة واضحة إلى حجم التوتر داخل المشهد الكروي هناك. ورغم غياب الأسطورة، تمكن النصر من تحقيق فوز مهم على الاتحاد بنتيجة 2-0 في مباراة أثبتت أن الفريق قادر على المنافسة، لكنها زادت في الوقت نفسه من التساؤلات. هل هي مجرد سحابة صيف أم بداية أزمة أكبر قد تغير مستقبل رونالدو مع النادي؟ الآن السؤال الذي يشغل الجماهير: هل يعود رونالدو سريعا لقيادة النصر، أم أن الخلافات قد تدفعه لقرار أكبر؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة. إذا أعجبك هذا التقرير وتريد متابعة أحدث أخبار كرة القدم لحظة بلحظة، لا تنسى الاشتراك ودعمنا ليصلك كل جديد قبل الجميع.